لازم تعرف شيء هام إن السحر أنواع كتيرة وكلها متشابهة في الأعراض، ولكن أخطرهم هو السحر الأسود، لأنه يعمل بأشد الشياطين السوداء والأكثر شر وليس بالجن. إن احنا عارفين إن الجن أنواع، في منهم الطيب وفي منهم الشرير وفي منهم المسلم وفي منهم الكافر، ولا يعمل السحر الأسود إلا بالنجاسة ودم الحيض ودم النفاس ودم القتلى. ولكن للأسف إن أصيبت المرأة بالسحر الأسود تحولت حياتها إلى جحيم، تمنعها الشياطين من الولادة مهما ذهبت إلى أطباء ومهما تعالجت. وإن أصيب الرجل بالسحر الأسود ربط إلى مدى الدهر. إذا كان السحر الأسود من أجل تفكيك التجارة والخسارة، خسرت التجارة بشكل غريب ولا تربح من جديد. السحر الأسود خطير جدا وربما أكثر مما تتخيلون، فالمجانين الذي يجرون في الشارع عراه بلا ملابس فربما يكونوا ممسوسين بالسحر الأسود. فالشياطين التي تقوم بأذية الناس من الصحراء يتلذذون لمشاهدتهم يعانون، ويتعذب المرء ويعاني في حياته حتى الموت. النهارده هعرفك إذا كنت مصاب بالسحر الأسود أم لا، إذا كنت بتحلم بجثث ومناظر بشعة وأشياء تريد قتلك وموتك، وإذا كنت ترى في منامك الثعابين والأفاعي. ففي سورة طه يذكر الله كيف تحولت عصا السحرة إلى ثعابين. فالثعابين من الأعراض الهامة إذا كان الإنسان مسحور أو ممسوس، ورؤية الأفاعي في المنام ويستيقظ الإنسان ويشعر كأنها حقيقة، ويشعر الإنسان بالخوف الشديد، فإذا هو ممسوس أو مسحور. وإذا كنت ترى العناكب والعقارب والاستيقاظ من النوم بخوف شديد وضيق في التنفس، فإذا أنت ممسوس أو مسحور. وإذا إنك كنت تحلم إنك تقع من مرتفعات عالية مثل الجبال والأسطح المرتفعة، ورؤية الدخان الأسود الكثيف وانتفاخ المعدة بشدة، والشعور بالألم في الكتف والصدر، وكدمات في أماكن متفرقة من الجسم، وسودات في البشرة بشكل غريب، فإذا أنت مصاب بالسحر الأسود، وعليك أن تتوجه إلى شيخ وتتحصن بالأذكار الصباح والمساء وسورة البقرة والرقية الشرعية. وبكده تكون خلصت حلقتنا عن السحر الأسود. لو عجبك الحلقة انزل اكتب لي في التعليقات وممكن أعمل لك حلقة عن سحر الفودو. تحياتي ليكم، واوعى تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.